الفيديو اللي هوريه لكم دلوقتي يا مصريين ده مش مجرد فيديو، ده اختبار لأصلنا وصابرنا. اللي نشر الفيديو ده غزاوي طالع يغلط في مصر وفي اللجنة المصرية للإغاثة. اللجنة المصرية هاي حليفكم هيو عشان نسمي ابني ولاد حسبنا الله عليكم. هاي الحليف انت لاقى في المستشفى عشان الحليف بتوزعوا بيقولوا اسبوع اسبوعين. هذا من سنة وين كان هذا؟ وين كان؟ حسبنا الله عليكم. هذا حليف يا محرصين. اما يقول لك اصل اللجنه المصريه للاغاثه اما تبعت لنا لبن اطفال صلاحيته جربت تنتهي. طب اسمعني بقى يا بيه كويس وركز في الكلمتين دول. هي اللجنه المصريه اللي جوه عندكم في القطاع دي في حد اما يجب عليها؟ يعني مثلا احنا واخدين تبرعات مثلا من دول عربيه ولا من منظمات حقوقيه ولا من حقوق الانسان، ومفروض علينا ان احنا نقدم لكم التبرعات دي واما نروح مثلا نشتري بربع الثمن مساعدات واما نضرب الباقي في جبنا؟ لا يا حبيبي، دي لجنه اتعملت بتوجيهات مباشره من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من جوتنا ومن جوت المصريين ومن تبرعات المصريين نفسهم. المصري لما يشيل اللقمه كده من بوجه ويبعتها لاخوه اللي في القطاع برضا وطيب خاطر ما حد اتجبره ولا حد ضربه على ايده. كون اصلا ان مصر لما تبعت لكم لبن اطفال دي انا شايفها تضحيه كبيره وكبيره قوي، لان اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. واحنا هنا في مصر عندنا ازمه كبيره قوي في لبن الاطفال، واللبن اللي لما نصنع جوه مصر مش مكفي، واما نضطر كل سنه اننا نستورد اكتر من 40-50 مليون علبه لبن. هتقول لي يا عم ده بس عندنا هنا في مصر يعني في لبن مدعم الدوله ما توزعه. هقول لك اما توزعه لمين يا حبيبي؟ للام اللي عندها مشكله في الرضاعه، للي عنده توأم. وكلنا اتفرجنا على مسلسل كارثه طبيعيه وشوفنا حجم المعاناه لما يعانيها المواطن المصري عشان ياخد اللبن المدعم ده. فاغلب المصريين اصلا لما يروحوا يشتروا لبن غير مدعوم واللبن المحلي مش مكفي ومش ملاحق علينا. فالمواطن المصري في الاخر لما يضطر يشتري اللبن المستورد، علبه اللبن النهارده الهيرو بيبي او البيبي لاك وصلت ل 400 جنيه. والنهارده ما فيش بيت مصري عنده اطفال ما عندوش ازمه في اللبن. ده مش بس كده، خد كمان الكارثه اللي زودت الطينه بله. النهارده شركه بيبي لاك ونسله سحبوا عبوات لبن كتيره جدا من السوق المصري لانهم اكتشفوا انه في علب لبن فيها بكتيريا فسحبوها، فحصلت ازمه اكبر واللبن غلى اكتر. ورغم الازمه الكبيره اللي بيعاني منها الشعب المصري في اللبن، مصر بعتت لاهلنا في غزه نص مليون علبه لبن اطفال. بعتناها كيه محبه لاهلنا في غزه، لحد ضاربنا على ايدينا ولا حد جابرنا. اللجنه المصريه للاغاثه في القطاع عم توزع منتجات على اهلنا في غزه، انا هنا في مصر عندي ازمه فيها. ومع ذلك لو وقفت اي مواطن مصري وسالته يقول لك انا ما اكلش واخويا في القطاع ياكل. انت لو دخلت على 99% من صفح الغزاويه هتلاقيهم كلهم اما يشكروا مصر والرئيس المصري والشعب المصري على الدور اللي جاي ما بين اللجنه المصريه. وفي الاخر يطلع واحد ناكر للجميل وما عندوش اصل يغلط في مصر وشعبها وقيادتها وللجنه اللي عامله معاه احلى واجب، ويقول لك اصلا ما يوزعوا علينا لبن صلاحيته جربت تنتهي. صلاحيته ايه اللي جربت؟ بنقول لك في ازمه في لبن الاطفال في مصر، يعني ما عندناش علبه لبن في مصر بتقعد في الصيدليه لحد ما صلاحيتها تجرب تنتهي. علب اللبن اللي انت كبيتها على الارض دي المواطن المصري اما يلف صيدليات الجمهوريه كلها عشان يلاقي علبه ولا اتنين لابنه. علب اللبن اللي انت كبيتها على الارض دي المواطن المصري شايله كي حرفيا من بوج ابنه وبعتهولك، واما يعمل كي عن طيب خاطر وهو مش مطلوب منه ان هو يعمل كده. يا راجل ده ما فيش ولا دوله عربيه من اللي معاهم فلوس 100 مرة قد مصر عملت لجنة ولا بعتت مساعدات زي مصر. ويا ريتهم مش اما يبعتوا مساعدات وقاعدين كده وساكتين، لا دول طالعين كمان يشككوا في دور مصر. اللجنة المصرية اما توزع منتجات لحمة وحلويات ونص مليون علبة لبن وحفاضات للكبار ووجبات المصريين هين نفسهم مش لاقيينها. انا عندي سعادتك كرة في الصعيد فجيرة، البيوت هناك ما فيهاش الخدمات الاول، ما فيهاش حمامات. ناس حرفيا مش لاقيين الرغيف الحاف ومحدش عمل لجنه اغاثه ونزلوا القرى دي ساعدهم. لكن عملنا ليكوا انتوا لجنه ونزلنا قلب القطاع نوزع ونساعد محبه لاهلنا، وفي الاخر البيت طالع ينكر الجميل ويغلط في مصر وشعبها وقيادتها ويقول لك اصل بنتي في المستشفى بسبب علبه اللبن. يا راجل اتقي الله، دي اللجنه المصريه موزعه نص مليون علبه لبن، يعني لو في
في حد تعب هيبقى 3/4 اطفال غزة كلهم في المستشفيات. اللجنة المصرية اما توزع خضار ولحمة وفاكهة ومنتجات هي اصلا مش مجبرة انها تعمل كده، محدش اما يدفع لنا تمنها. وفي شعوب حوالينا اما تتاجر بالقضية وتخون في مصر محدش فيهم راح بل ريقه بشوية ميه ساقعة. مصر لو عايزة تتلكك او تاخد اهل القطاع بذنب واحد زيك بعد ما طلع كب علب اللبن كانت لغت لجنة الاغاثة وقالت لكم خلاص بلاها خالص. لكن مصر ما تعملش كده ابدا، احنا مش هناخد كل اهل القطاع بذنب واحد زيك، لان اهل غزة كلهم اخواتنا وحبايبنا. علب اللبن اللي انت كبيتها دي في طفل في مصر ممكن يموت بسبب انه مش لاقيها، وفي الاخر انت طالع ترميها وتعمل شو وتزعج وتغلط عشان انت مستفيد من ورا لما تعمله ده، وانت فاهمني كويس. طالع تعمل الفيديو ده عشان تعمل ازمة ما بين الشعب المصري والدولة المصرية، عايزين تشككوا المواطن المصري في قيادات بلده عشان يطلع يقول هم اللي لما يحكمونا شغالين مع اللي ما يتسموا. اهل القطاع خدوا اللبن وطلعوا شكروا مصر اللي انت غلطت فيها ونكرت جميلها يا ناكر الجميل يا اللي ما عندكش اصل. وفي الاخر برضه جبت ورا وطلعت تعتذر لما لقيت الرأي العام كله ضدك واهلك نفسهم مغلطينك وواقفين قدامك. حسبنا الله عليكم، نسيتوا خير مصر. احنا مصر عملنا مصر بحبها، اقسم بالله انا هنا عند هنا مصر انا اقسم بالله بحبها، وقدمت للشعب وفكت الحصار ومنعت التهجير، وعبد الفتاح السيسي يخلف عليك يا عبد الفتاح السيسي. اتمنى يا مصريين تكونوا فهمتوا المخطط واللعبه اللي عاملينها الناس اللي عايزين يوجعوا ما بين الشعب المصري والدوله المصريه. مصر دورها واضح قدام العالم كله، هي اللي وقفت الحرب والنهارده بتاخد من جوتها وجوت عيالها وتوكل اهلنا في القطاع. ولما نشوف واحد طالع عما يرمي علبه اللبن اللي عيالنا مش لاقيينها لازم نجافله ونعرفه مقامه. حد سامعني؟ حد شايفني؟ شيروا له وابعتوا له عشان يعرف ان مصر خط احمر.